السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم مزيان؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم بطبوط معمر، حشوه رائعه كتجي اقتصاديه لذيذه وبنينه. كيجيو بطبوط خفيف وهشيش لذيذ رائع في المذاق. فبقوا مع المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ الخضره باش غادي نعمر البطبوط ديالي. غادي ناخذ هنا 3 د البصلات يكونوا كبار، عندي هنا 5 ديال الخيزوات، هنا 4 ديال الفلفله نقيتهم مزيان وغسلتهم مزيان. غادي نطحنهم دابا في الهاشوار. يمكن لكم نتوما ديروا القدر اللي بغيتم، ما بغيتوش تكثروا بزاف ديروا غير القياس اللي بغيتو. غادي ندير البصله، غادي نطحن كلشي في الهاشوار باش تجيني الحشوه نيله مزيان. غادي نديرها دابا تطحن. من بعد ما طحنتها غادي نديرها دابا في المقله. غادي ناخذ خيزو، غادي نقطعو دواور باش سوا نطحنو بحال الشكل ديال البصله. صافي غادي نقطعو كامل. من بعد ما تطحن كيجي على هذا الشكل، كيجي نيل مزيان. غادي نديرو دابا في المقله، غادي نزيدو على البصله ونفس الشيء الفلفله غادي نقطعها ونديرها حتى هي تطحن. غادي ندير دابا كلشي فوق النار باش تشحر ليا، وغادي ندير لها الطريه. من بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الشحمه، غادي ندير واحد شويه ديال الزيت، وغادي ندير الملحه، شويه ديال الابزار، ندير التحميره والخرطوم، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال المعدنوس. صافي ونخلط ونخليها تشحر. وغادي نزيد واحد شويه ديال الشحمه من بعد ما طحنتها باش تجي حتى هي نايله مزيان. صافي غادي نخلي كلشي يطيب يتشحر مزيان. وغادي ندوز دابا نصايب العجينه ديالي. غادي ناخذ هنا الدقيق، عندي هنايا الدقيق ديال القمح، وعندي هنايا الفورس جوج زليف، والقمح زلافه وحده. غادي ندير واحد المعلقه ديال الخميره ديال العجينه، وغادي ندير واحد شويه ديال الزيت، وندير الملحه القياس اللي غادي يكفيني العجينه، وغادي نخلط بالماء دافي. من بعد ما دلكتها مزيان عجنتها مزيان غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نغطيها بواحد البلاستيكه ونخليها تخمر. وغادي نغطيها بواحد الثوب ونخليها تخمر. نرجع عليها الصهد ونخليها تخمر. الحشوه من بعد ما طابت غادي نخليها دابا حتى تبرد، كتجي ناشفه.
غادي نخليها حتى تبرد ونديرها ونعمر بها البطبوطات. العجينه من بعد ما خمرات كيف ما شفتوا كتجي طالعه مزيان. غادي نكورهم ويجيو موسطين بحال هذا الشكل. العجينه كتجي رطبه وخفيفه، كيجي واحد البطبوط رائع رائع معمر بهذيك الخضره. صافي غادي نستمر حتى نكورهم كاملين. بنفس الحجم. غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت وغادي نهز الاولى وغادي نبرك ليها على الجناب وغادي ندير الحشوه. غادي نعمرهم مزيان صافي وغادي نجمع عليهم العجينه بحال هذا الشكل. نحاول انني نسد باش ما تحلياش، نسدها مزيان صافي بحال هذا الشكل. غادي نخليها حتى تشد راسها مزيان وغادي نقلبها تكمل الطياب. صافي كتجي على هذا الشكل، كيجي ساهل. من بعد الا بغيتو يجي محمر ترشوا بواحد شويه ديال الزيت. فكيجي محمر كيجي رائع في المذاق، بنين ولذيذ، ما تشبعوش منه. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش باللايك ديالكم كتشجيع، ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه تابونوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. صافي هذا هو البطبوط ديالي تيجي محمر لذيذ 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 بزاف. صافي غادي نستمر حتى نكمل العجينه اللي عندي في الطياب وغادي نوري لكم النتيجه ديالو كيف كيجي. من بعد ما طابوا تيجيو على هذا الشكل، تيجيو رائعين، تيجيو طيبين مزيان، هشاش ولذاذ وخفاف. تجي العجينه ديالهم خفيفه وهشيشه، والحشوه كيجيو على هذا الشكل معمرين بالحشوه، كيجيو رائعين في المذاق، ما تشبعوش منهم. وغادي نقدموهم مع كويس ديال الاتاي. ما تنساوش لي لايك ديالكم وتعليق وتابونوا في القناه. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه تابونوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه.